فالحلقة اللي فاتت هضرنا على الخلية وقلنا هي الذرة ديال الحياة. اليوم غادي نغوصوا في واحد السر أكبر، سر مخبي وسط ديك الخلية، الكود اللي كيحدد شكون حنا بالضبط، الجين. أجيو نكتشفوا مجموعين القصة العجيبة ديالو. سؤال بسيط ياك، ولكن راه حير البشر آلاف السنين. علاش الشعر كحل؟ علاش العينين زرقين؟ علاش واحد طويل وواحد قصير؟ هاد اللغز ديال الوراثة كان كيبان فحال شي حاجة سحرية، حتى بداو شي علماء شجعان كيقلبوا على الجواب في بلايص اللي حتى واحد ما فكر يقلب فيهم. يلا بينا نبداو الجزء الأول من هذا القصة اللي دايرة بحال شي تحقيق بوليسي. فين غادي نلقاو أول خيط مهم في القضية كلها؟ تخيلوا معايا شحال ديال الوقت داز وحنا كنتسائلوا بلا ما نلقاو جواب واضح. الوراثة كانت مجرد ملاحظات وصافي، حتى جا القرن 19 وواحد الراهب سميتو غريغور مندل بدا الخدمة ديالو في واحد الحديقة صغيرة. إذن شكون هو هاد غريغور مندل؟ في الحقيقة ما كانش بيولوجي عادي كيف ما نتخيلوا، الأصل ديالو كان فيزياء، وهذا الشيء هو اللي عطى للطريقة ديالو واحد التميز. هو ما كانش غير كيشوف وكيوصف، لا، كان كيحسب، حرفيا كيحسب كل شيء. شحال من جلبانة طويلة، شحال قصيرة، شحال عندها وردة بيضاء، شحال عندها وردة بنفسجية، كل شيء بالأرقام. وملي بدا كيحسب اكتشف شي حاجة غريبة بزاف، لقى بلي الصفات الوراثية ما كتخلطش في حسباغة، لا، كانت كتبع واحد القواعد رياضية واضحة، فحال هاد النسبة الشهيرة ديال 3:1. هاد الشي كان كيعني أن الوراثة ماشي شي حاجة عشوائية، بالعكس عندها قانون كيحكمها، وهذه كانت فكرة اللي غادي تغير كل شيء. هنا في مندل خرج بواحد الاستنتاج عبقري، قال لك ضروري كاينين شي جسيمات وحدوية صغيرة بزاف، كل وحدة فيهم مسؤولة على صفة معينة. هاد الجسيمات هي اللي كنسميوها اليوم الجينات. طبعا ديك الساعة كانت هذه مجرد فكرة، حتى واحد ما كان عارف هاد الجينات شنو هي أصلا ولا مناش مصايبة. اوكي، دابا يلا نتحركوا للجزء الثاني من اللغز. من بعد ما عرفنا بلي كاينين جينات، جا الوقت نقلبوا على المادة اللي مصايبين منها هاد الجينات اللي كانت مجرد فكرة. هذا هو السؤال اللي حير العلماء عشرات السنين من بعد مندل. صافي، عرفنا باللي كاينين جينات، ولكن شنو هي؟ واش بروتين؟ واش دهون؟ شنو بالضبط هاد المادة اللي كتنقل الصفات؟ الجواب غادي يجي من عند واحد العالم سميتو أوزوالد إفري. خدم على واحد النوع ديال البكتيريا اللي كتسبب التهاب الرئة، ودار واحد التجربة اللي كتبان بسيطة، ولكن النتائج ديالها كانت عظيمة بزاف. شوفوا معايا هاد العبقرية، كانوا عنده 2 أنواع ديال البكتيريا، وحدة ملسة وكتقتل، والأخرى حرشة ومسالمة. اش دار؟ شد ديك البكتيريا القاتلة وعزل منها المواد ديالها كاملة، البروتينات، الدهون والدي ان اي. وملي زاد غير الدي ان اي بوحدو على البكتيريا المسالمة، وقعت المفاجأة، تحولت للبكتيريا قاتلة، بحال اللي ورثات منها ديك الصفة ديال القتل. هنا كانت الصدمة الكبيرة. داك الجسيم الوحدوي ديال مندل ما بقاش مجرد فكرة، دابا ولات عنده هوية مادية، هو جزيئة سميتها الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين، أو ببساطة الدي ان اي. ولكن الغريب في القصة هو أن هذا الاكتشاف العظيم تجاهلوها العلماء في البداية. وعلاش؟ حيث الدي ان اي بانت لهم جزيئة بسيطة بزاف باش تكون قادرة تهز كاع المعلومات المعقدة ديال الحياة. إذن مازال كان خصنا دليل آخر، دليل قاطع. يلا ندوزو للجزء الأخير من القصة ديالنا. دابا عرفنا المادة، ولكن خصنا نفهمو السر ديال الهيكل ديالها، كيفاش دايرة باش كتقدر دير هاد الشي كامل. الخيط الأخير غادي يجي من عند العالمة روزاليند فرانكلين. باستعمال واحد التقنية صعيبة ديال الأشعة السينية قدرت تاخد أشهر صورة في التاريخ ديال البيولوجيا. الصورة كانت غامضة شوية، ولكنها كانت كتحمل السر ديال الشكل الأساسي لجزيئة الدي ان اي. 2 ديال العلماء، واتسون وكريك، ملي شافوا ديك الصورة فهموا كل شيء. فهموا باللي الدي ان اي داير بحال شي سلم طويل وملوي على راسو. هاد الشكل الأيقوني هو اللي كنسميوه اللولب المزدوج أو الدبل هيليكس. ودابا شوفوا معايا الروعة ديال هاد الشكل. هاد السلم الملوي عنده 2 ديال القوى الخارقة. أولاً
الترتيب ديال دوك الدرجات ديالو هو اللي كيخزن المعلومات تماما بحال شي كود ديال الكمبيوتر. وثانيا، وهذه هي اللي واعره بزاف، هو ان الشكل ديالو كيخليه يتفتح من الوسط بحال شي سلسله، وكل جهه كتصايب نسخه مطابقه للاصل ديالها. يعني دقه واحده تحلوا جوج ديال الالغاز الكبار، كيفاش كتخزن المعلومه وكيفاش كتورث من جيل لجيل في شكل مثالي. والكود في حد ذاته بسيط لواحد الدرجه ما كتصورش. كاينين غير 4 ديال الحروف الكيميائيه: A و T و G و C، والقاعده سهله: A ديما كتلصق مع T و G ديما كتلصق مع C. صافي، هاد ال4 ديال الحروف هي الابجديه اللي مكتوبه بها قصه الحياه كلها، من اصغر بكتيريا حتى لاكبر حوت. وحنا اللي كيسحاب لينا باللي حنا اللي اخترعنا التخزين الرقمي للمعلومات. الحقيقة هي أن الحياة اخترعت هذا النظام ديال تخزين المعلومات الرقمي الفعال هذه 3.5 مليار سنة، قبل الكمبيوترات وقبل أي حاجة ممكن نتخيلوها. إذن فالعمق ديال كل خلية فينا كاين واحد الكود رقمي قديم بزاف، بسيط في القواعد ديالو، ولكن قوي لدرجة أنه كيبني كائنات معقدة بحالنا. فاش كتفكروا باللي احنا في الأساس عبارة على معلومات؟ واش هاد الشي كيخلينا نشوفوا راسنا بطريقة مختلفة؟ شاركونا الآراء ديالكم في التعليقات، كيفاش هاد الفكرة كتغير النظرة ديالكم للحياة.